السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم يا شباب؟ شخباركم؟ ببداية الأمر شنو قصة هاي الطفلة وليش جاي يهددونها بالقتل؟ وبعد ما تهددت بالقتل اتجهت الضريح أبو الفضل العباس وسجلت فيديو وقالت يمه لا تخافين علي، أنا رايحة لأبو الفضل العباس وخاف تقولين علي انهزمت. أمي إذا أنت تشوفوني هسه أنا ما منهزمة، بالعكس أنا رايحة يم أبو فاضل، رايحة بالمقام بالضبط، أظل هناك جوا تمام، هو اللي يحميني منهم كلهم. ولا تخافون أنا ما شاردة، لأن فلوس أخذتها وياي، شايلة حاليا وياي 1,400,000 في حال قصص. لكن قصتها كلش غريبة. بعد ما اتجهت لأبو الفضل العباس وراها بيوم اتجهت إلى أربيل. أنا هسه بأربيل ما جاي يخلوني، وجاي تصورهم ويقولوا لي أكسر موبايلك. أنا قلت لهم مهددة قتل، أني ما جاي يقبلون. هذول ورايا هم ما جاي يخلون ولا جاي يقبلون نهائي، ما جاي يدخلوني، رفعوا علي يوم الكهرباء. يعني أنا وين أروح؟ وين أروح؟ وين أروح؟ بس قلني وين أروح بعد؟ وين أروح؟ وين أروح؟ أنا من الطائف وايد، من يحبني؟ من يحبني؟ لكن هي عندها مكالمة هاتفية وهي مسجلتها وناشرتها، عمها يهدد بيها. اذا ما ترده، اذا ما بيك حب، انا رده، اكو دوله واكو قانون يرده. أنا سبق قلت القانون بيد شكولاتكم الزفرة، بيد الظالمين اللي ما عندهم. يا فاطمه، والله انا جاي في كربلاء وعني تدفت. تهددني؟ قدها تهددني؟ قدها انت؟ قدها تهددني؟ قدها؟ شنو قدها تهدد؟ احسن من تربيتك. انا ابويا حاج يعرف بيك خير رجع فلوس امي، بيك خير رجع فلوس امي، اعطتك فلوس مال علاجك. يلا ولي، وهذا تهديده كله نشره. يلا شكولات زفره. بس لحد الآن ماكو تفاصيل دقيقة، يعني هي تسجل مقاطع وتنشر لكن ما نعرف القصة بالكامل. هسه خلونا احنا وياكم نشوف هاي الفيديوهات اللي ناشرتها هاي الطفلة. هو سألتوني إنه قلتولي أعرفه عن نفسك وأنت منو؟ هاي أنا زينب أو قمر من كربلاء، عمري 18 سنة. صف ثالث متوسط تركت، أنا ما كملت الثالث بس في بالإنجليزي. هاي دراستي قصة طويلة عريضة، مو مال أختصر لكم إياها هنا. وشنو بعد؟ يعني أنا إنسانة بيتوتية، ما عندي أخوان لا أخوات، يعني بس عندي، بس ما عندي يعني من غير أم أو من غير أب، فإيه إحنا عشيرة يعني. بقى هسه أنا بالمركز مال ألتون كوبري يم العقيد. كانوا ماخذيني على أساس أني شاردة من أهلي وما أدري شنو، ومقدم ما أدري أكذب من كيف مقدم علي بلاغ. فشنو هسه قال لي إنه أنت صرت 18 أصلا، فلا أنت مختلسة ولا أنت داعش ولا أنت من هذني السوالف حتى يلقون القبض عليك، فعادي. فبعد كم ساعة يطلعوني على محكمة كركوك، من قاضي كركوك يودوني على المكان اللي أنا جايات له أصلا من البداية. فدا طمنكم يعني علي، ما أدري قبل شوي كانوا يكتلون بيها، هسه أنا وضعيتها يعني ليش جدك وشني مني تواجعني؟ هاي عادة شرطي، أنا شو مسويت لك؟ هاي عاد لين قلت لك اعطيني موبايلي. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم إن شاء الله. إذا قامت توجعني من هنا منك وشعل شافي وين؟ مركز ألتون مركز شرطة ألتون كوبري.
أعرف شو أسوي، هذول يريدون ياخذون موبايلي من عندي المركز، هذا ضربني. ايش اشتكي؟ قوليلي اني شنو الف قواد بظهري مثلكم؟ من بظهري اني ما هرج، اللي يقول الحقيقة صار يهرج. خلى حد يحبك، خلى حد يحبك، روح لكل المجتمع خلي يحبوك، المجتمع كله خلي يحبك. أنا ما أجيب محبة الناس باللطلطة واللواقة اللي أنتوا تجيبوها. ما عندك أخلاق، أخلاقك. نتعلم من الأخلاق من أبوك القواد اللي يتحرش بحفيداته، اللي واحد لطها حليق وأنا اللي تحرش بيه وأنا صغيرة. نتعلم الأخلاق من عنده. أخلاقك أنت معلك بالناس. تحكي بالأخلاق، من لك أخلاق؟ أنت بتقواد ترى. أخلاقك أنت نفسك، وين أخلاقك؟ ما عندي أخلاق، أنا تربية الشوارع، تربيتكم أنتوا. مو تربية شوارع، ما خليناك في الشارع. تربيتكم ربيتوني بحقد. هسه لهنا وصلنا وياكم لنهاية هذا الفيديو، ونسأل من الله أن تنفك هاي المشكلة وترجع البنية سالمة لأهلها. كل بيت بيه مشاكل وكل مشكلة إلها حل، وإن شاء الله تنحل المشاكل وترجع هاي البنية ويرجع الوضع طبيعي.